فاتن حمامة هي سيدة الشاشة؟ امال احنا نبقى ايه؟ انا حبيبة مصطفى في سر جديد من اسرار ابيض واسود. النهارده عندنا حلقة مميزة جدا لان هتكلم عن واحدة من اكتر النجمات اللي اثروا في السينما المصرية، وهي هند رستم اللي اطلقوا عليها لقب مارلين مونرو الشرق. لكن ورا الجمال والشهرة في اسرار وحكايات محدش يعرف عنها حاجة. والجملة اللي انتوا سمعتوها في الاول دي قالتها هند رستم لفاتن حمامة. تعالوا نعرف الحكاية. رغم الشهرة الكبيرة اللي حققتها، هند كانت شخصية بتحب الخصوصية جدا. بعد ما اعتزلت الفن قررت انها تبعد عن الاعلام والاضواء تماما. كانت دايما بتقول ان هي عايزة تعيش حياتها في هدوء وبعيدا عن التطفل. حتى لما الصحافة حاولت تقرب منها كانت بترفض اي ظهور اعلامي او مقابلات تلفزيونية. تخيلوا هند رغم انها كانت واحدة من اكبر نجمات مصر قررت تختفي تماما وتعيش حياتها ببساطة وهدوء. دي كانت شخصيتها الحقيقية بعيدا تماما عن عالم الشهرة. هند رستم رغم انها كانت في عز نجوميتها قررت فجأة انها تعتزل وهي في قمة نجاحها، والسبب انها كانت شايفة انها مش عايزة تفضل مجرد تمثال او رمز في السينما. كانت عايزة تمشي وهي في قمة عطائها علشان الناس تفضل فاكرة نجاحاتها. في لقاء نادر ليها قالت هند انها بتكره فكرة ان الفنان يفضل على الساحة لغاية ما الناس تمل منه. كانت شايفة ان الاعتزال في الوقت ده هو المناسب وهو النجاح الحقيقي. هند رستم كان عندها عشق كبير جدا للكلاب. كانت دايما بتعتبر الكلاب زي ولادها. في بيتها كان عندها كلاب كتير جدا وبتعاملهم بحب ورعاية زيهم زي البني ادمين بالظبط. علاقتها بالحيوانات كانت عميقة جدا وده كان جزء كبير جدا من حياتها. رغم ان الناس ربطوا اسم هند رستم بادوار المرأة المثيرة، لكن في الحقيقة انها رفضت ادوار كتير جدا لانها ما حبتش تبقى مقيدة بالنوع ده من الادوار. هند كانت دايما بتدور على ادوار فيها تحدي وشخصيات قوية، وده اللي خلاها تتميز عن غيرها. هند رستم وفاتن حمامة كانوا بيغيروا جدا من بعض، لدرجة ان هند كانت بتحاول تخطف من فاتن الكاميرا لما بيمثلوا مع بعض. ولما فاتن حمامة اطلقوا عليها لقب سيدة الشاشة غارت هند جدا منها وقالت لما هي تبقى سيدة الشاشة امال احنا نبقى ايه؟ في النهاية هند رستم مش بس كانت نجمة على الشاشة، لكنها كانت إنسانة بسيطة بتحب الخصوصية وتعيش حياة مليانة حب واهتمام للحيوانات وأصدقائها المقربين. أسرارها اللي احنا عرفناها النهاردة بتبين لنا جزء جديد جدا من شخصيتها اللي خلتها تفضل أيقونة في السينما المصرية لحد دلوقتي. حياتها مليانة تفاصيل جميلة بتأكد لنا إنها فنانة وإنسانة مختلفة. وبكده تكون انتهت حلقتنا. لو عجبتكم ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتقولوا لنا في الكومنتس نتكلم عن مين الحلقة الجاية.